وده يوم في حياة ست بيت وفلوج النهاردة بقى فلوج يوم 5 رمضان. فتعالوا خدكم معايا في يومي النهاردة واقول لكم عملت ايه. اول حاجه صحيت بقى كان الجو مقلوب بقى شتا وهوا، وبجد كان الجو حلو قوي، يعني انا حسيت ان الشتا راجع من تاني كده. واعذروني بقى على صوتي لان البرد لسه مكمل معانا يا جماعه. دخلت بقى علشان اعمل الفطار، والنهارده هعمل بيتزا، فقلت اجهز العجينه بقى علشان تلحق تخمر. كوبايه من الميه حطيت عليها معلقه كبيره من السكر، باكت من الخميره، وقلبتها كده وسبتها بقى علشان اختبر الخميره. انا في العادي مش بختبرها بصراحه، بس مادام صايمين لازم هعمل الحركه دي. كوبايه بقى من الزبادي، 4 كوبايات من الدقيق، رشه من الملح، وشويه من الزيت، يعني حوالي 6 معالق كبار كده من الزيت، وحطيتهم على الدقيق بقى. وكانت الخميره كده تفاعلت، فحطيت كمان كوبايه الميه على الدقيق وعجنتهم كويس قوي. محتاجتش مني ميه تاني، فانتوا طبعا على حسب نوع الدقيق. عجنتها بقى كويس قوي لحد ما بقت طريه كده. حطيت على وشها شويه زيت وقفلتها كده بفوطه ودخلتها الفرن علشان تخمر. وقلت بقى هجهز الصلصه بتاعه البيتزا. حطيت بقى كيس من الصلصه اللي انا كنت عاملاها معاكم قبل رمضان، وحطيت عليها شويه من الصلصه المعلبه علشان بس تديها لون احمر حلو. وحطيت كمان معلقتين كبار كده من الزيت، شويه سكر وشويه ملح، وحطيت كمان شويه زعتر. انا بحب قوي الزعتر على الصلصه بتاعه البيتزا، بيديها طعم خطير. معلقه بقى من البصل البودر ومعلقه من الثوم البودر، وهنسيبهم بقى لحد ما يتسبكوا خالص. كنت بقى هجهز العصير، والنهارده هعمل زبادو فراوله مجمده، عليها علبه من الزبادي، كوبايه من اللبن، وشويه من السكر، وضربتهم في الخلاط وحطيتهم في التلاجة. بعد كده بقى شغلت الغسالة على الغسيل طبعا اللي كان عايز يتغسل، لان قلت لكم عندي جبل غسيل. وقلت بقى هجهز الحشوات كده لحد ما البيتزا بقى العجينة بتاعتها تتخمر. فحطيت كده صدق وحطيت عليه شرايح من البصل وشوحته كده على النار علشان ما احطهوش ني على العجينة. انا عايزة كل حاجة تكون مستوية، فشوحته بقى وسبته على جنب. ودخلت بقى نشرت كده، كان كوم قطعة غسيل كده من امبارح ما نشرتهمش، فقلت انشرهم. والعجينة بقى لما خمرت كده حطيتها في الصواني، وانا بفرد من جوه لبره يا جماعة علشان تعملوا الطبقة اللي هي من حوالين داير دي تبقى منفوخة شوية. وحشيت الاطراف بقى جبنة بالزيتون كده والفلفل. بصراحة كانت حلوة قوي الفكرة دي، لان خلت الاطراف كده اللي هو مش ناشفة وفاضية، خلتها حلوة قوي. وابتدي اقفل كده الاطراف على الجبنة، وبعد كده بقى ابتديت ان انا احط الصلصة وفردتها كده على البيتزا. وطبعا ايه الحشوة بقى والرصة اللي انتوا عارفينها، حطيت بقى البيتزا كلها كده وحطيت على وشها الجبنة الموتزاريلا. طبعا كنت مسخنة الفرن من قبلها على اعلى درجة حرارة. بعد كده حطيتها في الرف اللي في النص، اخدت حوالي 25 او 30 دقيقة حاجة كده يعني. وفي الاخر ولعت لها بس الشواية تاخد لون بسيط قوي، انا مش عايزة الجبنة تتحرق، فولعت لها بس الشواية اللي هو تاخد تحميصة بسيطة من على الحروف. جهزت بقى معايا، وكان شكلها وريحتها بجد خطيرة. عمالين تسألوني عليها من امبارح، فهي بجد كانت خطيرة، والعجينة بجد بالطريقة دي تحفة. المغرب أذن بقى في فطارنا الحمد لله، والاكل كله كان تحفة.